السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. أنا متأكدة غتغير فيكم شي حاجة. بزاف الناس كيظنوا أن الثراء هو رقم في الحساب البنكي، ولكن عمرك شفتي شي واحد عنده فلوس ومع ذلك ديما خايف وقلق، ديما كيشوف النقص؟ وعمرك شفتي شي واحد مازال ما وصلش ولكن كتحس فيه الطمأنينة والثقة في النفس؟ الفرق ماشي في الفلوس، الفرق في العقل. اليوم بغيت نهضر معكم على حاجة حساسة بزاف، كيفاش ندرب عقلنا يفكر بعقلية الثراء حتى وحنا مازال ما وصلناش ليه. وماشي كلام تحفيزي فارغ، ولكن بعلم ونظام حقيقي في العقل سميتو Reticular Activation System، اللي كيتحكم في شنو كتشوف ولا شنو ما تركزش. علاش بزاف ديال الناس كيبقاو في بلاصتهم؟ بزاف د الناس خدامين كيحاولوا وكيقولوا بغيت ننجح، ولكن حياتهم ما كتبدلش. علاش؟ حيت كيبغيو يبدلوا النتائج بلا ما يبدلوا طريقه التفكير. الانسان ما كيعيش على حساب شنو كيتمنى، كيعيش على حساب شنو كيحس وعايش في الداخل ديالو. الا عقلك دائما كيشوف المخاطر، الفشل والنقص، حتى اللي جات الفرصه غادي تبان لك مخيفه. شنو هو Reticular Activation System؟ الابريفيشن غاس او الجهاز الشبكي المنشط. هو باختصار حارس البوابة لعقلك. هو شبكة من الأعصاب، وظيفتها الأساسية هي تحديد والتركيز على شنو مهم لينا وشنو اللي خاص نتجاهلوه. أنا أعطيك مثال. عمرك لاحظتي أنك ملي كتقرر تشري سيارة من نوع معين فجأة كتبدا تشوفها في كل بلاصة؟ هذا ماشي صدفة، بل هو الراس، ومجرد تعطي عقلك أمر بالاهتمام بشي حاجة كيقوم الراس ببرمجة نفسه وكيبحث عنه في المحيط ديالك وبدا يجذبو الوعي ديالك. نفس الشيء مع الفلوس والفرص. غاس كيشد شنو مركز عليه، عقلك ما كيشوفش الحقيقة، كيشوف شنو كيطلب منه. الا كنتي مركز على الخوف كتبداي تشوفي المخاطر، النقص كتشوفي القلة، الثراء كتشوفي الفرص. راس ما كيسولكش واش هادشي مزيان ليك، غير كينفذ. برمجة الراس على الثراء ماشي هي السحر، ولكن هي انك تركب رادار في دماغك كيولي يقلب غير على الهموز والفرص اللي تقدر تجيب لك الفلوس، واللي كنتي شحال هادي كدوز من حداهم وما كتشوفهمش. دابا غنعطيك الخطوات باش تبرمج هذا الرادار. اول حاجه، حدد الرقم نيشان، ما تبقاش غادي في الهواء. الراس ما كيفهمش كلمات بغيت نكون لاباس عليا، هذه كلمه واسعه بزاف. هو خاصو تارجت، هدف اللي يكون باين. الخطا اللي كنديرو كنقولوا بغيت نولي غني. البرمجه الصحيحه هو الهدف ديالي هو ندخل نكتب الرقم نيشان، مثلا بغيت 10,000 درهم كل اول شهر. ملي كتعطيه رقم دماغك كيولي يقلب غير على الطرق اللي توصلك لهذا الرقم بالخصوص. تاني حاجه، بدل الافكار اللي حابسينك. الا كان دماغك مبرمج باللي الفلوس وسخ الدنيا او كاع اللي عندهم الفلوس نصابه، فالراس غادي يعتبر الفلوس خطر عليك وغادي يبعدهم منك بلا ما تحس. التطبيق هنا، بدا تشوف الفلوس كأداة باش تعيش مزيان وتساعد والديك. اللي تشوف شي حد راكب سيارة واعرة، قنع دماغك باللي حتى انا نقدر نوصل ليها. الراس كيبدا يعتبر هاد الرفاهية شي حاجة عادية وداخلة في السيستم ديالك. ثالث حاجة هو تقلب على الدليل، قلب على الناس اللي داروها قبل. درب الراس ديالك يشوف غير النجاحات. كيفاش؟ تفرج وقرا على ناس بداو من والو وداروا لاباس. ملي الراس كيبدا يشوف بلي الثراء ممكن وواقعي كيولي يفيقك ملي تبان شي فرصه مشابهه قدامك، وكانك كتقول ليه شفتي هذاك بغيت نكون في حاله، قلب لي على الطريق. رابع حاجه، بدل الاسئله اللي كتطرح على راسك. الراس كيجاوب غير على الاسئله اللي كتعطيه. البرمجه اليوميه، بلاص ما تقول ما قدرش نشري هاد الحاجه، هنا كتكون سديتي الباب. قول كيفاش نقدر ندير باش نشري هاد الحاجه. النتيجه، هاد السؤال كيخلي الراس يبقى خدام واخا تكون ناعس، كيقلب لك على حلول او خدمه زايده او فكره مشروع باش يجاوب على كيفاش. خامس حاجه، عيش في الجو ديال النجاح. حتى الا كنتي دابا مازال ما عندكش والراس خاصو يولف ريحه الثراء. التطبيق، جالس الناس الناجحين، قرأ أخبار البزنس، تعلم لغة الفلوس والاستثمار. هكذا الراس كيعتبر هاد المواضيع مهمة بزاف، على التجارة أو الأسهم أو العقار. ما يسمع شي كلمة
كيقول لك انتبه، هاد الهضره كتهمني. الخلاصه، الراس هو GPS ديالك، الا برمجتيه على الخصاص غادي يوريك غير فين كاين المشاكل، وإلا برمجتيه على الهموز والربح غادي يولي يخرج لك الفرص من تحت الارض اللي كنتي ديما كدوز حداها وما كتشوفهاش. الفرق بين اللي كينجح واللي كيبقى في بلاصتو ماشي ديما هو الزهر، ولكن شنو هو الفلتر ديالهم اللي كيخليهم يشوفوا به. وهذا علاش كاين هذا الفرق. كاين اللي عايش بروغرام الفرص، وكاين اللي عنده بروغرام المشاكل. الناجح الراس عنده مبرمج يقلب على الحلول. ملي كتوقع ازمه اقتصاديه الرادار ديالو كيبدا يسول فين كاين الاحتياج دابا، شنو نقدر نبيع في هذه الازمه، كيبانوا ليه فرص الربح وسط الروينه. الاخرين الراس ديالهم مبرمج يقلب على المشاكل، كيشوفوا غير الاخبار السلبيه، الغلاء والبطاله، كيبقاو مركزين غير علاش الامور خايبه، ودماغهم كيعطيهم 1000 دليل باللي مستحيل تنجح دابا. مفهوم الاستحقاق. اذا كان الشخص مبرمج داخليا باللي هو درويش ولا قد الحال، غير كيبدا يربح شويه الفلوس، الراس كيبدا يحس باللي هادشي ماشي طبيعي وكيخالف الصوره اللي عنده، فكيولي يدفعو بلا ما يحس يخسر داك الفلوس او يدير قرارات غلطه باش يرجع للحاله اللي هو مولفها. الرابح كيكون مبرمج راسو باللي الربح هو الحاله الطبيعيه ديالي، داكشي علاش ملي كيخسر كيدير المستحيل باش يرجع يطلع، حيت دماغو كيعتبر الخساره هي اللي شي حاجه غريبه. وإلا بغيتو نقدر نعمل لكم فيديو بوحدو على الاستحقاق، خليو ليا في الكومنتس. ثالث حاجه هو الامان الفرص. تخيل جوج ديال الصحاب غاديين في واحد الزنقه، واحد مبرمج لراس ديالو على التجاره، كيبان ليه محل خاوي، كيبان ليه بنادم كيتسنى بزاف في واحد القهوه، دماغو كيقول ليه هذه فرصه بزنس. الثاني مبرمج للراس ديالو على الاستهلاك، كيبان ليه غير اشهار ديال صباط جديد او واجهه ديال المطعم بغى ياكل فيه، دماغو كيقول ليه خسر فلوسك هنا. الزنقه وحده ولكن كل واحد شنو شاف فيها. الثراء الداخلي كيبدا ملي كتبرمج عقلك على الوفره، ملي كتحس بلي راك غني بصحتك بعقلك وبالقدرات ديالك. الراس كيولي يقلب لك على الفرص اللي كتناسب هذا القدر والقيمه اللي عطيتيها لراسك. كيفاش تخدم على الثراء الداخلي عمليا؟ الامتنان. ملي كتشكر الله على اللي عندك كتعطي اشاره للراس بلي الخير موجود. هذا الاحساس بالوفره كيخلي الدماغ يرتاح ويولي اكثر ابداعا في جلب المال. عقليه النمو. اعتبر راسك مشروع قيد الانشاء. الاستثمار في العقل، كتوبه، دورات، تعلم مهاره، هو اللي كيعمر الخزنه الداخليه. التشخيص البصري. تخيل راسك كتعيش الحياه اللي بغيتي بكل تفاصيلها، شنو كتلبس، فين ساكن، كيفاش كتهضر. هادشي كيبني صوره ذهنيه جديده في الدماغ، والراس كيبدا يطابق الواقع مع هذه الصوره. وهنا فين نقدروا نديروا ما يسمى بالفيجن بورد. اي هدف او حلم بغيتي تحققه كتحطو كصوره قدامك، كتشوفها كل نهار حتى كتجلى عليك في واقعك. ماشي خاصك تكون غني باش تفكر بعقليه الثراء، ولكن خاصك تفكر بعقليه الثراء باش تولي غني. عقلك ما كيشوفش كل شيء، كيشوف غير شنو طلبتي منه يشوف. بدل الطلب وغادي تبدل الطريق. الا حسيتي هاد الكلام لمسك، هاد القناه معموله ليك. تابعني وخلينا ندربوا العقل قبل ما نطلبوا النتائج. اخر حاجه بغيتكم تكتبوا لي في الكومنتس هدف واحد بغيتو تبرمجوا عليه الراس ديالكم من دابا. وهذه كانت لحظه ليك، نتلاقاو في ارتقاء جديد للافضل.